وأصوات الشياطين. في هذا المنبر لا تسمعون إلا قال الله وقال رسول الله. نقر التوحيد ونحذر من البدع من كتب أهل البدع. أي واحد عنده بدعة ليش يسلكوا معنا؟ والله جد المنبر بتاعنا ده صعب، المنبر بتاع التوحيد صعب، ما بتقدر تنزل الميدان مع المنبر ده منبر سخن شغال لوجه الله تبارك وتعالى. زول بيديك حاجة ما الله يكلمك داير مصلحة تبقى أي حاجة، تبقى دك، تبقى جردل، تبقى بريك، بتلقى مصلحة معلش، لكن تبقى موحد ما عندك أي حاجة. والله يوم القيامة بس إن أجري إلا على الله. أقرأ لك الآيات من القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى علم الأمة القرآن. يا شباب جايين الجامعة جديد، شباب جدد جايين الجامعة عشان يتعلموا ويرفعوا السودان ويرفعوا الأمة الإسلامية، يرفعوا السودان حقيقة. ما الرفعوا بتاع الجماعة ده بيرفعوه صح لكن بيشكلوه ثاني. والله ده ما عنده أي مصلحة، دمر الأمة الإسلامية وغش الشباب المسلم. يرفعوا السودان، يعلموا الناس الدين، يعلموا الناس العقيدة. الشباب يبقى ملتزم بالدين، البنات الفتيات ملتزمات بدين الله، عالمات بشريعة الله، لأننا كلنا عبيد لله. قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلنا عبيد لله تبارك وتعالى، رجالا ونساء، شبابا وأخواتنا، كلنا عبيد لله تبارك وتعالى. الدعوة دي دعوة واضحة جدا، والله دعوة أنصار السنة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله غيره من أراد النجاة ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. تكون مخلص لله تبارك وتعالى. يمكن تتعب في الدنيا، تبقى صوت سنة تتعب، الناس يضحكوا فيك، والله جلابيتك زي باب الحمام، بيلاقيك بيلدك واحد اسمه ملك الموت حايل في البلد دي كده، والله حايل في أي زجاج. أنت بتستهزأ بالسنة؟ ارقد، والله ده يركبك ساطور يتلقى نفسك جوا تعيش في الواطة، لا بيحلك زعيق ولا زعموط ولا بيحلوك الجماعة ديل ولا غيرهم. خليك واضح مع نفسك. داير مصالح ودنيا ده موضوع ثاني، لكن داير دين. الاخوان المسلمين ما عندهم دين، الله الذي لا غيره، كذلك ما عندهم دين قوي، ما عندهم منهاج مستقيم من حسن البنا. تلقى الكلام ده من الرأس، دي كتب كتبوها جماعة ليل من حسن البنا وسيد قطب وسعيد حوي ولا حوى ما عرفوا ليه وجنبليه وغيرهم. الاخوان المسلمين الاسس الفكر ده اسسوه على بدع وضلالات، واحنا ما جاي نتكلم عن اخوان مسلمين، جايين عشان نرشد اخواننا جايين الجامعه جداد كيف يتعاملوا مع الجامعه وكيف يعني يكون عندهم مستقبل طيب، لانه الانسان من صغير دخلوه الروضه. الراجل فكر في الحاجات دي، الام تسيل الجنة توديه الروضه ترحيل جام تحشيله بالمربع لغايه ما يمشي الاساس، خش الثانوي همه الاكبر يجي الجامعه يجي يتفاجأ ببلايا زي والراجل تعالوا ونحن سوداننا فوق وانت ما تقول اسلامنا فوق، انت غير معطي ولا ايش؟ قول اسلامنا فوق، سوداننا ما بيترفع الا بالاسلام. اوعى تخطط يا بوس، انت ما تقول ذات فنجان، والله الجماعه ده شايف فناديل كله ما تعمل كل ذات الاسع، انت تقول اسلامنا فوق وراجل عشان ربنا ينصرك وخلي الكذب كون صريح مع رب العالمين تبارك وتعالى. لو صدقت مع ربنا بينجيك، لو صدقت مع رب العالمين ربنا تبارك وتعالى بنجيك زي ما قال ربنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا. أنت لو مؤمن يا كويس يا صوفي يا أبو مسلم يا صار السنة، لو كنت مؤمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا من الصادقين، كن مع الصادقين وكن من الصادقين. على كل هذه الدعوة تدعو إلى الأخلاق السامية وإلى الأخلاق الرفيعة في جميع شؤون الحياة. يجون ناس يغشوك يقول لك السنة ديل ناس سخنين كيف يعني؟ انت على بيشتي بس على سخن الساعة والله بارد زول بسيط جدا. السنة باردين، انت هذول تكذب عن هذول السنة ديل سخنين
وصلصونا ديل جامدين خلاص بتخدنا بالشمس جامدين عشان نسوح خدنا بالشمس يا أخي مسلم كذب على الناس ديل متزمتين والناس ديل كان مسكوا البلد دي بيعملوا فيها عمايل والله نجدك جريد لغاية ما تعرف الله واحد بالضبط نجدك لغاية ما تلتزم كتاب والسنة وتكون على الدين القويم أيوة لك ناس ديل جامدين جمود ده شنو؟ جمودكم انتوا ما بتسمعوا الأغاني يا زول تاني وبتعانوا للبلد ده موضوع قصة انت ما عندك موضوع تاني نحن جامدين معناه القرآن جامد والأخ المسلم عادي بيقول لك القرآن جامد وينظر في القرآن زي ما نظر سيد قطب وزي ما نظر حسن البنا وغيرهم من الإخوان المسلمين من المتقدمين والمعاصرين عادي بيتكلم بالقرآن القرآن قال لك انت ما تسمع هنا ده ما موضوعنا لكن جاب المناسبة القرآن قال لك ما دعاي للبلد بنادر حيمدن ما دعاي لهم عليه الله قال لك كده انت عبدي لله ولا عبدي لنفسك انت عبد الله خلقك الله من عدم ربنا خلقك من نطفة وربنا ذكر الناس يا أيها الناس اسمع يا ناس اسمع يا زول انت ناس في ناس ما ناس راجل في ناس حالي ساكت عشان كده ابن القيم كتب له كتاب بليغ قال فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب وقالها بالصيف الطرون وقميص شكل فليله جوا خدت له حاجه كده قدام عامل فيها عنده حاجه الكديس احسن منه والله جد لا الكديس عارف رب العالمين الدواب كلها تعبد الله تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء يعني ما من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والنجم والشجر يسجدان يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب دي بدايتك يا بني آدم دي بدايتك يا رغوش الناس دي بدايتك يا مسكين إنا خلقناكم من تراب مخلوق من التراب الواحدة ثم من نطفة قذرة يستقذرها الإنسان ويتغسل ويتطهر منها الإنسان لأن النفس تسمئد منها بعد خروجها ويتلذذون بها قبل خروجها كما ذكر النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال ثم من علقة الدم المتجمد ثم من مضغة وهي مقدار ما يمضغ من اللحم قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ربنا خلق من عدم وكلفك بالعبادة لماذا تترك عبادة الله تبارك وتعالى وتضل الناس عن الطريق القويم ويصدون عن دين الله صدودا بشعارات مزيفة وبأمور باطلة فأنزل الله تبارك وتعالى بها بسلطان ولكن أساسون ديل ما لهم نعم مشكلتهم شنو؟ ديل جن باطل ولمن يا زول ده موضوعك جايب لك ميكروفون ولم بلغ 500,000 نمر انت ساعد ما عندك موضوع ما تتريح ترى اختار غاية انت ما عندك موضوع ده يقول لك بتاع مصر تلقى قاعد وصلنا 3 تأكل في النص في صحن بتاع مصر لكن ما بتلقى حقة بتاع الدنبال والله جد ما بتلقى لك 3 من العطارة ديل إلا أخذت لهم حلة معلش حقة بتاع الدنبال لأنه ما بياكلوا الطيبات قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل خطاب من رب العالمين للرسل كان الآية دي حافظينها ما بدي بالك حافظينها أخوان مسلمين بدي بالك جيب لك آيات أنت ما عارفها يا أخي يا مسلم ما قررك لا شاهد العين اداك أفكار معينة تمشي مع ده وتجنن لنا ده والطلاب الجدد تمشون بيجيب لكم بطاطين والما عنده قميص يدوه حق القميص بيلاقيك بعدين يلبسك قميص أكيد بيلاقيك والله يشيل منك 300,000 قميص يعني سحبا من رصيدك لو ما الرصيد المادي الرصيد المعنوي الذي يتعلق بالدين والتوحيد والعقيدة قال رب العالمين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا طيبات دي شو؟ طيبات دي جدال يعني تفهم حاجة؟ جدال السمك تاكل بيتزا
ده من الدين. الراجل كان يجي زوج صلى سنة بياكل بيتزا بيديك دليل آية، والراجل أي حاجة عملها صلى سنة بيديك آية وحديث. أكبر صلى سنة لا من ضرب أكيد حداك. جواب مسلم بمختلف مسمياتهم التكفيريين والثوريين وبتاعين الكذا وغيرهم، أقولهم اسألهم عن الدين تجدهم في غاية البعد عن الدين والتوحيد والعقيدة والشريعة الإسلامية. والغريب الغلام زال بيعصي رب العالمين، واحد تلقاه يسيب تنباك ما بيسألوه، والتنباك ابتليت به الأمة الإسلامية قبل تقريبا شهر ونص قبل رمضان بحبة. ماشي في البحر الكريمة دي قدامي قريب ل1000 نفر قاعدين متلمين شباب. كنت قالوا لي وانا زكاة والله كنت قال هنا في مصرف ننصروا لهم حاجة. سألت واحد هنا في شنو؟ قال لي بس سنجك ما بتعرفوا؟ السنجك ده معلوم بدي قروش؟ لا ده قال بتاع تنبال. اضطريت كده جيت خدت له حلة تدخل 13 نفر يغطوه جوا عاد الراجل خلى حلة مليانة عفن تنبال حارسها كده عنده معلقة عنده ربطة بتاعت اكياس تضرب ضربة الناس واقفين بالصف. كان جيت بغادي ما بديك خش الصف يا غير يا غير الصف بتاع رغيف ده تمك يوقفوك صف ينظموك بعد شوية يجيب لك بتاع الكدر ده تاخد بالغلط تكبوك بالصورة عشان تشيل لك كيس بتاع تمك. أكتر حاجة لفت نظري واحد وقف قال له كوب تمك بجنيه اداه حبة شغال صلح تمك ده يا غير في عمر بيصلحوه. انت مخك ده وين يا شاب؟ يا شاب في عمر بيصلحوه تنباك شربت ومسارة تنباك خدت له صفك كان يديك العافية يا سيد يا الله كسر راسك. انت راسك ده خالقينه ليلة تنباك وسداير وحرس كلام فارغ ما انزل الله به من سلطان. معلش الشباب لماذا انحرفوا عن الجادة بكذب اهل البدع والزلل والضلال؟ غشوا الناس ابو دجانه ابو شنو ما عارف ليك ونحن ناس الدين ودينات الليله اخوات نسيبه ومنيره بنت عبود والناس تكبير يمرقوك في مظاهره يومين ثلاثه وتجي راجع الشاب كده يقول نصرنا الدين وحررنا فلسطين وتلقاه مخالف وراجل مارق مظاهراته تجي تسال تعالى اخينا انت ما سوين شو مظاهره لنصره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلينا الصبح علينا يقول لك يا ما صلينا الصبح يا لكن ما مشكله بعد الظهر ارجع انت وايش تصل النبي عليه الصلاه والسلام الصبح ما صليت وفي نفس الوقت سايق معاهم من يده الا رسول الله يا رب تعالى انت وسخ تشنو اسرع كان قام النبي عليه الصلاه والسلام ما انت مكناه انت البنت سايقه من يده وعاد تلقى كل ماشي من ورا هو شغل نظيف الا رسول الله. ده سبب النكسه والبلد دي ولاجل ضيعوا الشباب وضيعوا مستقبل الامه الاسلاميه. معلش يعني والله ما لقوا الموضوع جايين بعنوان معين يتكلم عن الشباب الجدد الجامعه يتكلم عن الموضوع ده لكن في حاجات بتعكر المزاج والله جد حاجات بتعكر المزاج. نحن اسوء حاجه عندنا تتكلم في الدين الدنيا دي تسوي زي ما داير تمشي تتفق في انجلترا تقلب البلد دي هو ما عندنا مشكله لكن اوعى تتقرب من الدين والله جد. نحن ما حصل يوم اتدخلنا ليه عملت اتفاقيه والبترول بقى غالي ده ما شغلنا بقى غالي بسبب اعمال الناس والله جد. لكن ده مش الدين يا قوس والله انا جبت لك حلقك لابد نطرشك اي حاجه عملتها واي حاجه بتعملها. الدين ده اغلى عندنا من اي حاجه تتكلم في امنا وابونا ما عندنا مشكله معاك كبيره تتكلم في اي حاجه لكن تتكلم في الدين تتكلم في دين النبي عليه الصلاه والسلام. والله والذي لا اله غيره قسما برب الدين والزيتون ومنزل الاخلاص والماعون ان ديننا اغلى عندنا من انفسنا واغلى عندنا من جميع ما نملك. اي حاجه الا الدين وراجل تجيب بدعه ما بيخليك يرد عليك يضيع لك الفضائح بتاعتك. احنا ما نجيب لك كتب اخوان مسلمين دي كتب بسيطه اتكلم عنها الان لان الموضوع ما بيستعمل والزمن ما بيتسع. لكن اعلم يا ايها الطالب لو طالب جديد ولا طالب قديم كلنا عندنا واحد جديد ما بيبقى قديم بعد بكره بيعمل لك يا سيد البلد. ما كنت جديد قبل 3 يوم معلش انت جديد وحتبقى قديم حيث ناس ثاني جداد حتمرق من الجامعه دي حتشتغل احتمال وفي النهايه حتموت بيدخلوك جوا الوطا حتقابل ربنا بلاك تبصر الجميع. لكن الناس في غفله عظيمه قال رب العالمين اتى امر الله فلا تستعجلوه
يشركون. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، إنهم يرون بعيدا ونراه قريبا. قال رب العالمين تبارك وتعالى: أزفت الآزفة، يعني اقتربت القريبة. إن الناس صائرون إلى أمر لا زوال بعده، وإلى مسير لا انتقال بعده. يموت الناس وينتقلون إلى رب العالمين تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان، هكذا يخاطب رب العالمين الناس جميعا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لماذا تحارب دين الله؟ لماذا تتكبر عن شرع الله؟ لماذا تستهزئ بدين الله وبالذين يتمسكون بشرع رب العالمين تبارك وتعالى؟ نلقى ناس مساكين يضحك وراجل واحد من اخواننا واش رجل هذه صغيره شاف انا شايفه من بعيد يضحك. لا عين الزول ده والله الضحكه دي تتوب منا بعدين يوم القيامه المصير بقلب. قال رب العالمين تبارك وتعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. قرآن كريم. قالوا ده نشيد، دي مظاهرات وانت قالوا ده مديح. النوم قول يا ليلى، اللالوب رسول يا ليلى. خمس ما عنده مشكلة، خشيتني ما بغنى عادي بيربط معك حفلة الليلة مع النوم على بلا بالله ما تفوتني. ها اديني تليفون عشان اسمعك. يا ليت ما اخو مسلم، انت ما كنت مسلم وعاملك شعار. نحن المسلمين يمشي هذول يربط لك الحفلة دي ويرقص ينطط يمين وشمال يجيبوا لك مشنقل. ده انتوا دين عاد. يجي واحد ثاني انتوا الليلة ماشيين وين؟ الليلة عندنا والله يا رحلة وين يعني بالضبط؟ ماشيين طالعين من البلد دي ماشيين وين؟ لا انا ما راح اني قاعدين، لكن ماشيين حديقة عندنا الليلة. تعالوا كده عرب تسق منو؟ اسمينادة وحليمة وانت هارون وبقر وعمادة وهيثومي ان شاء الله شرب عدين. يا انت الاخ المسلم يقرب في اي حاجة، خش معاك في الدين، خش معاك في الدنيا، يخش الامة الاسلامية وانت مغشوش. الاخ المسلم مغشوش. الحمد لله الشباب عارفين الحاصل، الشباب في البلد دي عارفين الحاصل. من الناس يتاكدوا كذبوا للناس احنا سوينا ولا نعمل، ما سويت اي حاجه. الرماده دي ما سويت، والمرحله القادمه كذا تنزل تحت المرحله القادمه سويش ورينا سويش شنو بالضبط كده. لا تكذب علينا ثاني. تقال انا هنا بقول ربنا قال: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. العاقبه في الدنيا يوم القيامه عكسيه. زي ما الجماعه دي تعطى في الدنيا يوم القيامه المؤمنون يضحكون من الذين سخروا في الدنيا من اهل السنه والجماعه. قال رب العالمين تبارك وتعالى: سوره المؤمنون، ده كلام ربنا. سوره المؤمنون قال تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. الناس كلها حتموت والله حتموت الليلة بكرة بعد شوية بعد دقيقة ونص. لابد تكون خدت الحي قدامك، حتموت حتخلي الدنيا. ربنا قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت، بيجيك ملك الموت والله ده بيجي يفتحك في الوقت. قال رب ارجعون. يا رب رجعوني. دار تعمل مظاهرات؟ لا. دار تعمل انقلاب؟ لا. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كان يعمل اعمال صالحه. ربنا يقول له: كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه الحسنات بقت بسيطه والسيئات كثيره. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا. تكلموا والنار مع الله. قلت ايه؟ انت قال بعدين تتكلم على كيف؟ ربنا قالوا: وقفوهم إنهم مسؤولون. ده الماشيين ده الماشيين قال لنا مسيرة الغضب، مسيرة الشرور. انت قال بلد الجنة بعدين يوم القيامة فيهم. ربنا قالوا: وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ وين الجماعة تاعينك؟ الجماعة المتربطين من النصر وينهم؟ بتقوم عريان، القاد ده بكتفوك بيه بتزيدوك بيه، بتقابل مالك بعدين بتعرف حاجة. والله ده ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. الليلة الجماعة ده مستسلمين.
يوم الله تستسر والله كذبنا امر وغشينا الناس قلنا لهم ما تخافوا نحن بنسوي لكم ونعمل لكم ما لكم لا تناصرون ما في مناصره يوم القيامه شكلها ما بزول يدق في المقلب هذيك عاقل ما يقدر يدق في المقلب ولا في ناس يوم القيامه عندهم موده في الدنيا بتتقلب لعداوه قال تبارك وتعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والله القرآن ده ما خلى أي حد يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. أنت قلت الرئيس هاي أنا وزيرك اللي رايح حلوة كيف هذا ما بعرفك ثاني غاية والله يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال رب العالمين تبارك وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قبل ما الإنسان يندم وقبل ما الإنسان يتحسر راجع نفسك وعاتب نفسك يا عبد الله واعلم أنك واقف بين يدي ربك ومولاك وإن الله تبارك وتعالى سيحاسب الناس جميعا. يا أيها الإنسان إنك كادح خلي بالك حياتي تقرأ بفهم هذا القراءة بتاع 5 سنين لا ختمت الشتاء المصحف قريته على كويس تعال عندنا حاجة ما جيت أول حاجة بشكلك ده ما صلحته لك من المصحف صلح أول شيء شكلك ده وصلح أي حاجة بتتعلق بنفسك ستكون ختمت القرآن. الليلة عندنا الختمة وعندنا الليلة صيام جماعي وعندنا الصلاة جماعية شهر بتاع مظاهر زي ما قال أخونا ابن شيء سلب الناس الإخلاص والتعامل مع رب العالمين تبارك وتعالى. فعموما أيها الأخ الكريم إنك كادح إلى ربك أنت ماشي لله. الشمس دي لو غابت الليلة قربت من الموت يوم كامل والله ضحك كويس قربت من الموت يوم كامل 24 ساعة نقصت من عمرك حياتك فجأة كده بمطلق واحد قدامك اسمه ملك الموت ده أنصار سنة ولا عنده شغلة بأنصار سنة ولا ده عنده مهمة والله الكلام ده للناس كلهم لا كلنا شباب وبنات وصغار وكبار جلاد وقدام أيضا لا بد ياخد الكلام ده يعني يؤمن به إيمان جازم يجيك ملك الموت يجي بيسل الروح دي غصبا عنك وراجل تطلعها منك وانت راغب لو كان اعمالك ما تمام تتبسل والجماعه ذات كانوا معاك حدهم معاك بس المقامي لا عندنا زول دحس موضوع انتهى سيب لنا واحد ثاني دحى الدنيا انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه بتلاقي الموت ملاك دي احسن ما في الامر اصل الموت ما بيفتش لك وربنا تبارك وتعالى رسل لك الملك بلاك بتلاقي الموت وهتعرف الحاصل. كثير من الناس يندم ندم عظيم يتمنى يرجعوا الى الدنيا عشان يتمسكوا بالدين وبشريعه رب العالمين تبارك وتعالى. فلما ينزل الموت يتذكر الطائف ويتذكر الكبير ويتذكر الموظف ويتذكر الناس جميعا ما عملوا في هذه الحياه الدنيا أن تقول نفس يا حسرتا. قرآن كريم والله ربنا تبارك وتعالى لطف بالأمة. ربنا وراك القرآن وراك البيان وراك الحجة عشان بعدين يوم القيامة ما تقول يا الله ما جاءنا من نذير والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها جوا النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فيه ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جاءكم القرآن جاءكم رسول الله جاءكم الحجج والبراهين وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما في أنصار والقيامة عملت والله الذي لا غيره. القرآن واضح والقرآن شافي والقرآن كافي لكن لمن أراد الله تبارك وتعالى به الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
للتي هي أقوم في العقيدة، للتي هي أقوم في الأخلاق، للتي هي أقوم في المعاملات وفي جميع شؤون الحياة. القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. السخرية تكلمنا عنها قبل شوية، ودائما السخرية بتكون بأهل الحق زي ما ربنا تبارك وتعالى كان في سورة المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. الآية القبلية: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وقال رب العالمين: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. المناجاة قالوا علماء التفسير السخرية بأهل السنة والجماعة استهزئوا بالناس. فلا بد تكون موضوعي. ترى الطالب الشيخ الجامعة أو غير مثقف لا بد يكون نقاشك موضوعي، يتناقش في المناهج. قول يا سنة منهجكم باطل، يتناقش معك ويتحداك، لأن المنهج ما بتعرف التواصل منهج معلش. نحن لما نناقش جميع الطرق، لما نناقش الصوفية ما نتكلم عن أخلاقهم الشخصية، وإنما نناقش المنهج الذي يعتقده أهل التصوف. ولما نتكلم عن الإخوان المسلمين بنتكلم عن المنهج من المؤسس لغاية آخر واحد. وعلى هذا قس الشيوعيين والشيعة الجمهوريين حزب تحرير غيرهم من الهوس بيتناقش مع المناهج بتاعته. والله جد يقول منهجك باطل للأسباب التالية. إذا بيجي يضرب الجماعة دول وما دول بياكلوا كثير بيسمنوا رقبتهم وضاربوا الحديث. يا زول كانوا بحاجة كده التلاقى بقى السبيل الشعب نازل وكايسين ما كويس معه الشريطات حقيقتها والله جد ويناطح امثالك. دي كلها يعني كلمات فارغة. انتوا قال بتسمعوا وفاهم الحديث وساسنا كل ما يكتب بيرفع إلا يكتب لفوق. ده تلقاه مسلم جديد كل ما ساسنا يبقى قديم كان جلابيت يرفع لفوق. طيب يعني يا بزيد ده يلبس مايوه بالشعر تقدم زي ساسنا بالبلد ده يعني يمشي ميدو ولا ده قديم جدا. ها جلابيت راسها طويلة وناس القبليو دي كلها حجج باطلة. وساسنا يكبر الدين والمخ بتاعه فاضي. دوت استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، والنبي عليه الصلاة والسلام إذ ركبوا إلى أنصاف ساقيه. أنت كنت مسلم ارتضيت بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا، الواجب عليك أن تقتدي به وأن تتشبه به. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآن سورة آل عمران اتبع النبي عليه الصلاة والسلام المتابعة الحقيقية. فأيها الطالب الجديد هنا خطاب للناس كلهم. طبعا الزول لما يكون ماشي الجامعة يكون عنده أفكار دار يمرق يعني من عالم لعالم ثاني. زمان بيستانوا بيجي متأخر بيركبوه بالصورة بيلقوا الأستاذ واقف آخر معلك أربط ينجلد 10. وفي الجامعة يجي زي ما داير وما يجي زي بيسأل مال. في الجامعة بيلقى المجتمع إلا من رحم الله في غاية الانحلال، نسوان عريانات بنات كاسيات عريات. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فجأة واحد بعدين يقول الجماعة دول ظلموا المرأة. ظلمناها كيف يعني أكلنا السندوتش حقها ولا شان؟ ما ظلم المرأة. ده كلام ربنا تبارك وتعالى قال المرأة تتحجب تتغطى منك انت ذاتك. شفت الزول البناطح المرأة لازم تكون عندها حرية. والفرق بين الرجل والمرأة شو؟ انت كده تعال قابل لنا اوريك الفرق. قابل لي بعدين لما نمرق هناك فانا لك اوريك الفرق بين الرجل والمرأة شو؟ زول لا ما عارف الفرق بين الرجل والمرأة شو؟ قال بينا في الجامعة ده قال المرأة تكون مع الراجل واعي ونحن ما نفرق بيناتنا. كلامك صح؟ انت ذاتك ما انت بس فرق بينك وبين المرأة ما في. زول بيتكلم ده يقعد يقول يا مولانا انتوا قلتوا زي ما يختلط مع المرأة لأنه يعني في حاجة بتحصل وأنا بجتمع مع البنات وبكون عادي يا مولانا. معلش تكون عادي
انت ما راجل بس يقول لك شنو يعني؟ انت بتكون عادي؟ انت ما راجل. النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. انت لو رجل بجد، لو رجل حقيقي، الرجال ذاتهم انواع، وديك دليل من القران فرق بين الرجل بين الذكر، كذلك يكون ذكر لكن ما يكون رجل. والله ربنا قال من الضأن اثنين. في سورة شنو؟ الأنعام. الأنعام كيف ترجع على الأنعام؟ شوف التفسير، العلماء قالوا كلام كده ما يقول في المكان ده. ربنا قال من الضأن اثنين ومن المعد اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يمكن الرجال يكون ذكر يمشي عادي، انت فرصتك شنو ذكر ولا انت ذكر، لكن في نفس الوقت ما رجل ومجد. لو ربنا بيمدح الرجال ما مدح الذكور ذكران. قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا الرجل الحازم والرجل الصادق لا يختلي مع النساء ولا يختلي مع الفتيات وانه يغار وانه يجد الغير في نفسه. تبديل ودي فطرة ربنا تبارك وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل خلق الله، ذلك الدين القيم. آيات بسورة الروم دي فطرة ربنا فطر عليها الناس. لا بد الناس يعرفوا الحاسب والرجل يجمع يلقى المجتمع تبرج ما أنزل الله به من سلطان، تبرج بيت الحج والأمة دي ماشية لوين؟ ما تعرف. بنات لابسات بناطيل، وحدات ثانية لابسات أردية، ناس ثانية لابسات حاجات، لابسين حاجات ما أعرف ذاته يقولوا عليش. والله جد جبت ماشية تحير ذاته، خشت جوا الهدوم دي كيف بالضبط كده، بعدين بتبرك منها كيف، ومارقة من وين ذات؟ أخوها قاعد وهذا قاعد في البيت. لنا مارقة متأخرة مارك يا ذا تويسخ ولا شيء. أول شيء يجرها من هدومها رجع جوا، لبسها شوال لو ما عندك هدوم زي الناس، لبسها حاجة كويس، انت ما عندك غيره. واحد ده نموذج، ده الشباب السوداني وصل إلى هذا المستوى وإلى هذا القاع إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يقفوا قاعدة مع واحد في نجيلة قاعدين خاطين قدامهم ترمس، الله حيرونا ذاته الترمس يصيروا يقشروا يقطعوا في النجيلة والناس كيف لنا الجامعة كيف تفاضين من جامعة انتوا فاهمين حاجة ذات جامع الشارع يقف ذات يقطع في النجيلة، سلم عليه وسلم على الزول اللي قاعد معاه كيف فلان كيف فلانة ان شاء الله كويسين. جيتوا 200 تجيك الطاوية حبالة ويدوك ساطور في سنقورتك الكبيرة دي تمام انك فايدس. جيتوا 200 والله جينا جبال ان شاء الله قفلت التراب كويس لانها ما تبقى حرامية. طيب ده مع حرام ذاته مع حرام انت خايف على بنطلونك بس، ده ما بيسرق حاجات كثيرة انت تظل معبي ولا ده الزول ما عنده غيرة. معلش كلمات قد تكون يعني شديدة لكن لابد الزول يكون عنده غيرة والله جد، ولابد الانسان يكون عفيف. والمجتمع السوداني وصل لمراحل لا يعلم عظمها او لا يعلم خطورتها الا رب العالمين تبارك وتعالى. سؤال بينكر ما لو اتكلمت ولك اظن معك البنت بنتك يا اخي ما بنت لكن مسلمه، انا مسلم وهي مسلمه، اذا عندها نصيحه ارشد الناس بنت بتخش تطاح تقاوي ملك الموت وتقاوي رب العالمين تمشي جهنم. جسمك ده يدخلوا لك في جهنم والله جد. بعدين ما في شاب عنده لك حاجه. مره بنتي بس قصه تقريبا ذكرناها، بنتي بس مسافرين ده الشباب السوداني والشعب السوداني ماشيين بعد ما وصلنا مسافه بعيده قاعد بتاع ترمس، مشاكل كلها جايه من الترمس والتسالي والكبكبه والعطرون حاجات زي جبت ترمس واحد اشترى له كيسين ترمس، شال واحد ودى البنت اللي قاعده جنب واحد كذبوا عليك وانا الترمس ده مر يا ده مر سويته فيه انت مالك وماله مر ولا ما مر؟ الترمس ده مر ماله ودي ساكنه وين وجايه من وين؟ عملوا علاقه وقتيه من المكان ده بس راكبين بداي بعد شويه وصل الى مراحل بعيده. الولد قبل البنت قبل ما نوصل الكلمه ده لو كان مشينا لغايه واو معناه كان مشكله كبيره والله. تكلم بس ورجع ما كان يقبل اخونا ده الحمد لله اداه ابويا ولا العصر تقال له ده بص وده مركبه عامه تقول ما تتقي الله الدنيا الزمن ذات
أحسن زول بعتبر هذا الزمن اللي بيقول للناس كنزل عملات لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالرجل وامرأته يزنيان. هذا الزمن كلمت به النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحسنهم رجلا، أحسن واحد. ولو تواريتم عن الطريق انتم ما تمشوا زقاق البغالي لك، ممكن الناس ماشيين بجايو الحجاج الكبار دول عماتنا الكبار، ده أحسن واحد. وده نخشى أن يكون في بلادنا، لأن الجماعة دول وأنت عارفهم براك ضيعوا الشباب المسلم والله جد. المهم الجماعة دول وصلوا المستوى ده بكيس ترمس، شوف النسوان بقت رخيص، بقى رخيصات كيف كيس ترمس بس. ده لو كان جاب كبكبان أنا متأكد كان يكبكبوا جوا ما اشتغلوا معي خلاص. ده لو كان كبكبان ترمس فوق وصلوا لمراحل زي بيت مسلمة ماشية لأبواب من الجامعة. يا زول ده الحق من جد بتاع الترمزات، انت بتبيع اي زول ده انت دار بس كريشات بس. الشباب مايع، شباب صايع، معلش والله الكلام ده خاطبوه الجميع، خاطبوه نفسنا كما تكونوا يولى عليكم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآن وصلنا مراحل عشان تفرز البنت من الولد لا بد تتعب. والله نتغلط مع واحد ده عامل انه عارف دي بنت ولا ولد، مع الصعوبة حددنا انه ده ولد. حددناه كيف؟ حددناه بطريقة عجيبة. كلام التليفون وين يا قال له وين انت؟ قال له انا والله معي محمد تعيين عليك في الشارع. عرفنا انه ده محمد ماشي ما بيتفرج الذات لا بيشروه. مرة سلمنا على مجموعة كده قاعدة معاهم بنت والله قال لنا ولد لا سفريله وحالقة كده زي الاولاد. سلمنا على الشباب اديناه سلام برضه معاهم. انت قال لي انتوا هذول ارتديتوا ولا لا زول في شنو؟ البنت ما شايفينها؟ والله قلنا الذي قال لنا ولد يا زول قوموا على حالك، انتوا قاعدكم مع الشياطين ليش؟ قاعدكم مع الشكليات زي شو؟ ما بتقدر تفرز بين البنت والولد الا بصعوبه. الملابس والولد تلقاه يوميا من الصباح ايش الدكان؟ ادينا 2 لتر بتاع كولا ده تشرب وده كله وسع ويقول لا يستحمى به والله يتغسل به وصل كوره شعر يكفي كيلو ونص بتاع طحنيه فوق وكان فوق عليه بارد. يا زول ما تبيعه ولا الشعر يقول لك ده ناخذ شباب العولمه. يا زول دي لولا كلام باطل ما انزل الله ابن سلطان فالمجتمعات الا من رحم الله تبارك وتعالى لابد ان تقرر ايها الطالب الكريم وايها الطالبه الكريمه ان الله تبارك وتعالى انعم عليكم بهذه الجامعه، وكثير من الناس كانوا حريصين على دخول الجامعه ولم يتيسر لهم ذلك. ناس كثيرين عادوا قروا ملحق وقروا نظامي وقدروا قروش، ربنا ما كتب عليهم الجامعة. انت ربنا جابك الجامعة في كلية محترمة وفي كلية طيبة بتقرا طب وهندسة واقتصاد وبتقرا يعني علوم تستفيد منها اولا ثم تفيد الأمة الإسلامية. لا بد ان تحدد المستقبل. في ناس بيقولوا ساكت. المشكلة بتاع السودانيين الزول مما يمتحن الشهادة السودانية يقول لك داير اخش الكلية بعدين بقى بيشتغل شنو؟ لا ان شاء الله ما يشتغل. انت داير تقرا عن شغل ما داير تقدم المجتمع. لا بد رساله الفكره طب يعرف ان الطب من روائد رساله ولكن تعالج الناس تعتسب الاجر عند الله وترفق بالناس وتكون رحيما بالناس وتعين الناس في المهمه بتاعت المسلم. ده الفرق بينه وبين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانوا يتعاملون معامله دنيويه لانهم علموا يقينا ان من عاش من اجل الدنيا ومن عاش من اجل نفسه ربما لا يتعب لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. زاد القهم نفسه بس. وده عند السلف مات موسى عليه السلام لما الخضر كرع الخشب من السفينه قال شنو؟ قال خرقتها تغرقنا الآية كده؟ لا، لتغرق أهلها. ما جايب هم لنفسه أصلا لأنه هيغرق مع الناس، لكن هم الأكبر الناس. عشان كده لو كان جماعة ده صادقين وغيروا من الناس همك الأول تنقذ الناس من بركة الدنيا ومن تعب الدنيا وأن ترخي للناس أمور المعيشة والحياة وأن تنقذ الناس من الضلالات والبدع. ده لو دار مصلحة الناس. لو دار تكبر قومك ده موضوع ثاني، يرشحوك في الانتخابات ده موضوع ثاني. احنا لا بنرشحك
أنا ما ألاقي غيرك، لكن بنوريك الأباطيل بتاعتك، بنوريك الضلالات بتاعتك. طبعا دليل إنه راضين يعني بهذا العمل الذي يقوم به هؤلاء الناس الذين أبعد الشباب عن دين الله وعن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وراجب الكلام، والكلام يقول ويكثر. خواطر الروم ده كتبوا كده الشباب دي كويس، قراءة قال لنا أعمل عنوان خواطر باللوم. أعمل لأن الخواطر تختلف، في برامج كده عندهم خواطر طيبة، جاي الجامعة عشان عنده أمه بتبيع طعمية وقرته من الأساس لغاية ما دخل الجامعة، دار يكافئها بعدين ودار يرفع من شأنها، أو أبوه شغال مزارع أو شغال طلبة تعب قراه لغاية ما وصل المرحلة دي، دار بعدين يكون ناجح ودار يرفع أهله وذريته وقومه وشعبه ووطنه وبلد. حقيقة في ناس عندهم يعني أفكار بتاعتي، في ناس أفكارهم لما يجوا الجامعة دارين يختلطوا بس، ولكن أنا أخش الجامعة عشان يختلط. تلقى اختلاط بقى جامعة بتاعين الأساس ما قاعدين يختلطوا، بتاعين الأساس بيختلطوا وبيعمل أي حاجة. تلقاه في الشارع ماسك له بداية وماشي، تلقى سنة كم؟ تلقى سنة 5. طيب ما تفك البيت، أنت هذول لسه تسويسي ولا سا فك البيت يا زول بتاع لقيت الكلام ده وين؟ يقول لك والله لقيناه بيعملوا كده وما في حاجة. خلينا يا عمك مرة أتكلم مع واحد، يا خلينا يا عمك أمر من الدنيا بتاعتنا دي، يا زول دي دنيا ولا بطيئة؟ دي ما دنيا ولا حاجة، الويلات دي دنيا من ذا الشكسك. السعادة ما تكون إلا بالإيمان. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم يبين لنا أن السعادة بالإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تكون سعيد والله تعبد الله، ولكن انتوا صبروا تشكوا انتوا عايشين كيف من غير غنى. الله يسعد منك. الغنى ده بتبلانا وجع راس. هل تصدق ايها الشعب؟ الغنى لما لسه وصدق بينا واحد قال لنا مستحيل، انا مستحيل اعيش من غير الغنى. يا الله ان شاء الله ما تعيش ذاك، ان شاء الله ما تعيش انت عيشتك الفايده منك تعيش بالحرام. لو ما شغل له واحد ما بينوم اصلا، يقول لك تركب السماعه دي بالاذان يشغل الاغاني بتاعته، حرام القلوب تلك وحرام القلوب قبضوه وحرام القلوب ما شباب وين ما عارفين. يبقى الاغاني شغاله ساعه دي الساعه يسرق قلوب، دي وظيفه لك يا حرامي. خلي القروش وحاجات طيبه سرق في القلوب، وده عملنا ده طبعا كنايه، وده حرام القلوب يعني سرق قلبي وقلبي قاعد. لا انت ما عندك قلب ذات، انت قلبك ميت. والله في ناس قلوبهم ميته ربنا اتكلم عنه في القران الكريم في قلوبهم مرض. شيل الدكتور يقول له ما عندك اي حاجه، مرضان ما بينعالج الا احنا في البلد بالقران والسنه. وراجل اغاني هابطه ما عندها معاني، وراجل ومبدة بالرتميه والوحده بالزقلونه والكلام اللي باللفه. الامه دي كلها تنطط. يا انت ساكن هناك ولا وش؟ اي زول يجيبه محطط وينطط. يا زول يقول يا لطيف دي اغاني اسع. والله ناس يرقصوا بحاجات حي ذاك. مره لقينا فنان بيغني والله ده يخلع. انا بخاف انا بخاف. طيب ما تدرس يا اخ الله يهديك، مش الدرس دي وانت عامل لنا غلط عليك. والله فنان ساعه ونص بخاف. طيب ورينا خايف من شنو عشان شيلوا منك، ورينا العاصر بالضبط كده شنو. ما عارف واحد ثاني ظلموني الناس وما عارفوا لك ان شاء الله جن واجيب في الجن ان شاء الله الجن وتبقى جن التزات شداني التم. دي اغاني هسه، دي اغاني ينططوا اغاني هابطه. جيبوا مرة تغني يعني تنطط الحيله كلها. الصفقه الصفقه والما بالصفق ان شاء الله ما يعرسوها، وكان معرسه ان شاء الله يطلقوها، ان شاء الله يطلقوه قدي ويدوك 150 صف. تمشي تشوف لك شغله تقضيها. شباب كلهم قاعدين ينططوا ورا فنانه. والله جد تكذب على الحله كلها. البلد دي ما فيها غرام ولا فيها يا اخي ما امرقي. البلد دي فيها اي حاجه امشي اختي انت بس فيها اي حاجه. تلاقي بينططوا لها الناس. الواحد يقول لك اهم حاجه بعدين ايوه الفنان دي ما اغاني يستمعوا لها ذات. يعني تبقى فنان انت بسيطه. ابسط حاجه في السودان تبقى فنان وتضرب الجمهور. جيب بس بتاع ساوند ما زي ما طبعا مولانا لو شغل سنه كويسه قران وسنه فقط كويس. جيب لك بتاع ساوند يشغل لك موسيقى بس موسيقى كده
لغايه ما يقول لك كتبت. واحد قال كتبت، يا ظل لسه بتكتم قدام في جهنم، بعدين بتكتم معك كتمه بتعرف الله واحد. والله ده في الباص شغال كده واحد في موسيقى خلى الناس دي كلها تنطط. قال له والله كتبوا عليهم كتمه يا مولانا. يا ولد انت توسخ ولا اجتماع سويناه مولانا واحد؟ انتم انا مالي ومال مندمج معاهم. كنت بتاع الباص وقف الغنى، وقف الغنى. الباص ده داري يخرجني يعني في الخلدك. قالوا انت ليش شغل ان شاء الله نشوف جهنم انا مالي ومال تقولي في الخلدة؟ يا ولد تتامر بالمعروف. قالوا خلوك جايين من سفريه كلام ده هو لبس. والله على ما اقول شهيد. من القبائل اغنيه ورا اغنيه ورا اغنيه ورا اغنيه. انتهينا من الاغاني دخلنا تاني فيلم ما معروف الحاصل شنو ذاك. ناس في الشاكر وفوق شنو انا ما عارف فيلم والناس ممتمتين. انتهينا من الفيلم جاب لنا ناس سومال ولقيتهم من وين انا ما عارف دخلوا جوا عريانين عريانين جلد ولادة نفران سمان سمنة كده يحيروك ذاك بياكلوا خنزير ولا شنو ما عارف. سمان قاعدين يتشاكلوا كويس واكتر حاجة يعني محزنة. والكلام ده ليه الليلة عامل لي إشكالية في الراس. بدي شابات قاعدات في مقعد والله يجمعوا واحد. الجماعة دول بيشاكلوا لابسين بس لباسات صغيرة. أكلمك بوضوح لابسين لباسات صغيرة بس يشاكلوا قدام الناس يشيلوا يشنكلوا كده. وتاني واحد قاعد في النص بدق في الواقع بيعمل شنو ما عارف قاعد معاه. ده كان جات وهي بيجري خلي الحاصل. البنت اللي قاعدة مع الثانية قالت لصاحبتها اللابسة العناية الأصفر ده بيفوز إن شاء الله. اللابسة النكس الأصفر ده تعمل الحرف الواحد ده إن شاء الله بيفوز. هسا ده كلام لك يا ولد رابع بالبس. الرجال قاعدين بشرب انت جاي شنبه ويكتف له عتوب قال ما بيتكلم. انت شنبك ده يمحضوه ويدوه بيه ثلاثة في صندوقك راجل بتيجي ذاته قاعد يجنوا برضه ما شاء الله اديك الدين قاعد ما بيقدر يتكلم. تعديك انك على دي طريقه ما بيسكت والله ما بيسكت لانه بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الامام احمد رحمه الله قال وددت اني قربت بالمقاريب ولا يعصى الله طرفة عين. قالوا يقرضوني بالمقاريب حته حته وربنا ما يعصى. دي احسن حاجه عندنا. فده المجتمع السوداني اللي بنعيشه احنا الليله. عشان كده ربنا سلط علينا شياطين الانس. النبي عليه الصلاه والسلام كان انه يستعمل عليكم امراء حديث صحيح قلوب شياطين في جثمان انس ناس بني ادم لكن شياطين بالضبط كده. قالوا فما تامرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحب. الناس كلها جايطه يعني المعيشه بقت غاليه والحاجات بقت غاليه وما في حاجه بقت غاليه بسبب الناس. حاجات الغيره كلها بسببنا احنا. والمجتمع ده والله في غايه النعم. المجتمع السوداني الان مكانات الاسكرين بس دي حاجات بتلفت النظر. تلقى لك 500 نفر قاعدين كرسي بجاي كرسي بجاي بيتولد اكلهم اسكرين. ده الساعه غلا الاسعار مؤثر معانا حاجه. ده وصلوا مرحله العصيبه ده بياكلوا اسكرين مش في البيت تاني بياكلوا حاجات تانية مرتاحين. لكن الدين لما الدنيا يحصل فيها نكبات وهدمات الناس تمرقوا مظاهرات لما الدين يزيدوه زي بيتكلم بعض الدين في زياده. اني واحد بيسماني كان يجي الدين رسول امبارح واذا جدك عليه الصلاه والسلام قال لك شنو؟ قال لك في ذكر جديد تجي عين واحده وتفتح العين الثانيه وتفتح خشمك متر ونص وقبل تقول اوه النوم اوه يا ليلى اللانوب الاسوء يا ليلى يرسك والدراني ضيعنا منك والقلب القصيده معك. ده زاد الدين. يجي واحد ثاني ختمي هذا امبارح قال لك شنو؟ يعني الدين رسول والثانيه مدحه سككي بككي لككي. انت اذا تذكرت ايوب تلقى واحد مبسوط شغال كده يا زول كيف؟ انت فاهم حاجه يا زين؟ انت فاهم بالضبط كده الكلام ده معناه شنو؟ سككي بككي لككي ما هو الفيل ما هو البندي. تريش ولا شاعر بالضبط كده ولا عاصم لا هو البتلي ما هو البندي. دخل باللام طلع بالكيل الاساسي. صلى على الحبيب يصير روحك حبيبي ناسع. صلى على الحبيب قال يا ناس مبسوطين قلبوا على الحبيب يا ظل ما بي حبيب. يجي واحد ثاني دين اخوة السكه كم دول مدينه الصوفيه دول برضه سوينتها. تلقى الاب قاعد في البيت
غرقان بالذكر هو يا هو يا هو يا هو ثم على حالك وريني لو انه عشان اضيعك منها حي وريني عاوز شنو يا هو يا هو يا هو بنته قاعده هناك برضه شغاله يا هو يا هو يا هو مع واحد بيسخ في مدينه يسبح بداي ولا يسبحوا بداي بيقولوا بشنو هو عارف تركب تمشي 3 مرات تلقى ناس قاعدين في الكبر يتكلموا بالراحه يقول عليهم بيسبح والله جد كلام سري للغايه بنت وولد قاعدين خاشلين تحت الشجره ما بتقدر تشوفهم الا من قريب لو دارين يطلعوا الا يساعدونا الثانيين قاعدين جوا سؤال بيقول لهم جابكم هنا شوف سؤال بيدينهم معه والثالث من الدين يقول لك انتوا ناس غليظين اي حاجه جلد واي حاجه كلام بالراحه ما انت ما غليظ على الشريعه زي عينتك دي معلش اتكلم مع الناس عن الهوى ناس قاعدين مع البنات وضيعوا شباب المسلمين وضيعوا النساء والبنات ما يغترن بالشباب والله بكلمكم بوضوح الشباب ديل حراميه لا من رحم الله معلش حراميه الشباب اللي بيكتب وين يا فلانه والله انا من امبارح ما شفتك النوم ما جاني كله ان شاء الله ما يجيك ان شاء الله ما تكون مزاج دي منوم يعني ولا ايش ابو بالي دي ولا ايش تنوم بشبع واحد بيتكلم مع بيك بالمواصلات تكلم والله قاعدين سامعين الكلام وانا وسويت ونحن لابد نعرف قبل الكلمون بجاي قال والله البنت عندها ركفه الشرب كثير وانا اديها شلوت لكن بعد ما وصلت بضغيني كذب عليها خلاص اتلاقى بعدين وحق الايسكريم جاهز الحمد لله يتلاقي امه شغاله تبيع تسالي يشيل حق التسالي ده يشتري يوم ترمس عشان ياكل البيت او البيت بالعكس كل هاي لكن المجتمع ما بيصلح الا اذا رجع الى دين الله تبارك وتعالى والمجتمع ما بيصلح والحروب ما بتجيب والمجاعات ما بتجيب لغايه ما الناس يراجعوا نبيهم النبي عليه الصلاه والسلام قال وما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالسنين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا سنين يعني مجاعات فواحش الزنا بالنظر الزنا بالسماع والزنا بالفرج كل هذا موجود في هذه الأمة إلا من رحم الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أمة محمد كلام النبي عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته قال أكثر حاجة بيغار منها رب العالمين إنه يزني عبد من عباد الله أو أنا من إماء ربنا تبارك وتعالى فربنا رقيب علينا لا بد أن نراقب الله كما كان السلف الكرام رحمهم الله تبارك وتعالى وأختم بهذه الجزئية مراقبة رب العالمين ينبغي للإنسان الحدث وللشاب الجديد في الجامعة أن يراقب رب العالمين تبارك وتعالى خذ قراءك تعرف أن ربنا شافك واطلع على ما في ضميرك وماذا تضمر في خواطرك كل هذا يعرفه رب العالمين تبارك وتعالى ربنا قال يستخفون من الناس دعا الكثير من الناس إلا من رحم الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وقال رب العالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ربنا يراقبنا ووجد راقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن السلف رحمهم الله امرأة من النساء في زمن السلف الكرام غاب عنها زوجها زمانا طويلا زوجها غاب في المعارك وزوجها وين؟ معارك قتال أعداء الدين المشركين أعداء قتال الكفار أعداء رب العالمين تبارك وتعالى وهذه المرأة استوحشت في ليلة قمراء يعني القمر فيها ساطع جلست هذه المرأة على فراشها وقالت كلمات بليغة تطاول هذا الليل واسود جانبه مش كده وأرقني أن لا خليل ألاعبه طورا وينتني طورا كأنه قمر بدا حاجبه إلى أن قالت
والله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جانبه، لكن الحياء يصدني. هذا هو حال السلف. لكن الحياء يصدني ومخافة ربي وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. الحياء يصدني. النساء في الزمن الأول كن يستحيين من الرجال. النسوان زمان ما زي النساء اليوم. والله جد لو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. كانت المرأة في الزمان الغابر منذ زمان الجاهلية لا تتبرج. قال رب العالمين ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ قال العلماء تبرج الحذر منه الله. تبرج الجاهلية الأولى استفاد من الآية دي إنه المرأة كل ما تبرجت كل ما تخلفت. ربنا قال تبرج الجاهلية. الجاهلية الأولى كلما تبرجت المرأة كلما تخلفت وكلما رجعت إلى الوراء. يقول المرأة متنقبة محجبة ولقى هذول فين حراميات. الله ربك أعلم بهن. حراميات ترضك إنسان الغطيات من الرجال. ما بين السبيع السرقة. ينبغي للمرأة إذا تحجبت أن تكون قدر الحجاب. يستهزئون ودين ما كل الحجبات وبيقدم في الكافتريات مع الرجال. حسيبهم الله وش بالغطيات عاملوا فايدة. غطوا من الرجال بعد بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فالمرأة لابد أن تكون حيية. تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تغطي جسدها كله. تغطي جسمها كله. طيب في السوداني تخرج ضفيرة من شعرها. طلع عليها ضفيرة واحدة من شعرها كويس. وتخرج الخلخال. الخلخال عندهم حاجات كده بتعمل صوت جرس وتعمل الكراع. لما تجي مرة بالرجال تطلع الضفيرة والخلخال معطر وتضرب برجلها على الأرض فيسمع الرجال صوت الخلخال. ده تبرج الزمان. تبرج الجاهلية الأولى. وده قدام جهنم. ده مشى جهنم. الجسم جت مضغط من الراس لغاية الكرعين. ضفيرة واحدة بتاع الشعر فارقة برا. ثاني الخلخال بتاع الكراع. الآن لو لقينا تبرج زي ده ما كان قلنا الحمد لله الأمة ماشية قدام. ملابس تغيرت. في نفسها اسمها الشريعة طرشقت. والله يسموها الناس قبل ماشية كده تحيرك. ده شنو؟ شريعة طرشقت. والله الطرشق دي بس ما بيجي شريعة بالطرشق. شريعة بالطرشق وصاصنا قاعدين تبتلعوا بالدين ولا ايش؟ لكم يوم الناس اللي عندهم الدين لبسة ثانية اسمها إظهار الرقم. الكلام ده طبعا تقول لنا الشباب لا ولا أنا في لبسة جديدة اسمها إظهار رقم. كيف يعني إظهار رقم؟ قالوا أرقام كثيرة تكون ظاهرة والمرأة ماشية في الشارع. هذا بخبر والتمام الحاصل. لبسة ثانية اسمها فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة. يعني المرأة لو دارت تتناول لها حاجة من فوق الفنيلة بتاعتها تحصل أذنينها. الراجل تقول معمولة بجلد تمسح ذات لابسها كيف ودخلت فيها كيف. ده موضوع ثاني. ده تبرج الجاهلية الأكثر منه ربنا تبارك وتعالى. والتبرج الآن أسوأ وأسوأ من تبرج الجاهلية. الاستهزاء بالملتزمات. يلقوا مرة متنقبة ولا انت ماشية ولا جاية. يعني ما معروف ذات حاصل على ايش. يا ذول لا ماشية ولا جاية. تطلع مرة انت مالك سألتك تمشي ولا تجي. موضوع جدا اتحكمت التزمت بالشريعة. انت مولانة ولا بردانة؟ مولانة وبردانة. دي حاجة ثاني. انت بس اخطانا غالي. استهزاء ده بلاقيك كفروك وانت حية. كفروك يعني لبسوك ما خلوا فيك اي حاجة. انتوا اما تفضلات التلفزيون معانا الدكتور فلان فلاني. دكتور بالنسبة لك انت كده مري قولينا برا عشان نجلب ولاد ديك. والله ده دكتور بتاع شنو ده مدلس دول بتاع رزية. عموما ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. كان النسوان الزمان بلقيس عليها السلام في سورة النمل لما كانت كافرة. بلقيس عليها السلام كانت كافرة. قصة طويلة جدا في سورة النمل لما جاءت عفوا لسليمان عليه السلام عمل له صرح يعني بحر صناعي ممرد من قوارير من فوق عليه زجاج يشبه لون المويه. فلما جاءت بلقيس عليه السلام
ترى تقطع النهر الصناعي. سليمان عليه السلام قال شنو؟ قيل لها ادخلي الصرح، قال لها خش. فلما رأته، لما عاينت للصرح والمويه، فلما رأته حسبته لجة. لجة يعني بركة بتاعت مويه وضيق. فلما رأته حسبته لجة. قيل لها، قال الله تبارك وتعالى قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. لما قالت دي طين ومويه رفعت عن ساقينا عشان تخش. انا متاكد لو دي على الزمن ده بتخش اكل وراجل قطع خر، جلابيتنا دي يقول لك قطع خر. يجي واحد ثاني بيت لابسه قطع نيل ما يسالها طيب دي نيل عديل كده لابسه فوق شديد تقطع عليها بحر دي ولا تتكلم مع البنات. الفطره بقت منكوسه، الرجال اللابسين قصير الناس يريحوهم، تجي بنت لابسه قصير شديد الناس بيسالوا ما الفطر اتغيرت والفطر تنكست. ربنا قال فكشفت عن ساقيها، يعني كان مغطيه ساقينا وما كانت مسلمه، لانه كان العفاف وكان الرجاله عندهم بالفطره، عندهم بالفطره. زول بيخلي زول يخش والبيت مر، يجي الشاب الان يدخل الزوج والبيت يا حاجه يضرب عن زميلنا سلم عليها، دي الحاجه طبعا دي اختي الاكبر مني سلم عليها، دي اللي وراء طوالي، دي الاصغر مني سلم على البنات جد. يمشي الديوان لا تقعد حاره واحده، جيب يا فلان جيب العصير يا ليت عندك غير عايزين يخش البيت يسلم على النسوان، يسلم على البنات، يسلم على الجيران ذات الجيران ينادوا له الجيران شك يسلموا عليه. ده زميلي في الجامعه زميل كويس اقعد هناك في الديوان تتطور بدايه تشوف بينك عينك ما في حاجه اسمها جاي يخش على النسوان. ده الدين رجاله خليك من الدين. العرب زمان كده عندهم حاجه اسمها العذراء، دي كانوا بيخدوها في مكان عجيب وده دين اقراه النبي عليه الصلاه والسلام. العذراء تكون في خدرها، والخدر هو خباء داخل البيت الذي يكون داخل البيت. عندما البنت ما متزوجه ترى العرب ورجل كلام ده معتبر وموثوق، وذكر علماء التاريخ اي فتاه ما متزوجه عند العرب بيخلوها في الخدر. الخدر معناه الحوش في الاوضه جوا، ما تبعد جوا الاوضه، جوا الاوضه بيعملوا لها خباء عملوا لها فاصل جوا الاوضه. وانت الفطور ده تقول لها تعالى افطر جوا مع ناس البيت، ترجع تقعد جوا في الخباء بتاعها لغايه ما تمرق بيت راجلها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الكلام ده ما تخلف، لو تلقى الكلام ده تخلف طعن في النبي عليه الصلاه والسلام. عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج يوم الفطر والاضحى العواتق جمع عاتق، وهي المراه الكبيره المتزوجه. العواتق وذوات الخدور، المراه اللي ذكرناها قبل شويه طلعوها من خدرها جوا تجي تصلي صلاه العيد مع جماعه المسلمين تجي راجعه. فده حال العرب، البلد تقعد جوا وتتغطى وتتدسى من الناس، وده ما تخلف، دي الرجوله. عشان كده ناس الجاهليه زمان لا كان بيعانوا للنسوان ولا بيخلوا نسوانهم يعلموا رجل، لانه فطره فطروا على ربنا تبارك وتعالى. فليت قوم يعلمون قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها. والعلماء قالوا كانت متحجبه وكانت متغطيه، فدي عادات عندهم قبل الدين. زول بيصافح امراه ماف، زول بيلمس امراه ماف، ده كله في الدين حرام، حرمه ربنا تبارك وتعالى. فانت عبد الله ينبغي ان تنقاد باوامر الله ولاوامر النبي عليه افضل الصلاه وازكى واتم تسليم. فهذا نموذج والله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جانبه، لكن الحياء يصدني ومخافة ربي وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. الليلة البنات الشارع إلا استحالمت من الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لكن أن تحققن الطريق فإنما لكن النواصي من الطرقات. فكانت المرأة تمشي على الطريق حتى يلتصق جلبابها مع الجدار. جنة صور الصحابة ودول الصالحات ادخلوا جنة ربنا تبارك وتعالى ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي احببنا النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة ومحبة
تدعي نساء المسلمين اليوم ورسالتي إلى النساء جميعا: اعلمن أيها الأخوات وأيها الطالبات أن المجتمع انصلاحه متعلق بانصلاح النساء، فإذا صلح النساء صلح المجتمع. والله جد النساء لو صلح عندهم المجتمع بينصلح لسببين: السبب الأول أن النساء يمثلن نصف المجتمع، لو النص صلح النص الثاني بيصلح تلقائيا. والأمر الثاني أن النساء هن اللاتي يربين الشطر الآخر. النسوان هم اللي بيربوا الأجيال، بيربوا الشباب، حتى خرج العلماء كالإمام مالك والإمام البخاري والإمام الشافعي وغيره من أئمة الإسلام والمسلمين، ربوا من قبل أمهاتهم اللاتي كنا يعرفن دين الله تبارك وتعالى. فالمرأة ينبغي عليها أن تتقي الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها يعني صلوات الخمس، وصامت شهرها يعني شهر رمضان، وأطاعت زوجها كانت متزوجة، وحفظت فرجها إلا على زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. مسائل بسيطة تتحجب المرأة حتى لا تقع في الوعيد العظيم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر. ناس وطيرة وغيره لو جلدوا الناس من غير أي حق كان صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. فالطلاب الجدد والطلاب القدامى ينبغي علينا جميعا أن نهتم بدراستنا، وأن نهتم بمستقبل أمتنا، وأن نهتم بهذه الأكاديميات، وأن نهتم بمؤسساتنا، وأن نهتم أولا وآخرا بديننا، لأن الله لا يسألنا يوم القيامة عن دراستنا الدنيوية ولا عن كلياتنا ولا عن وظائفنا، وإنما يسألنا عن ديننا. ما دينك؟ هذا سؤال سيمر بنا جميعا، والإجابة على حسب العمل بالدين. من عمل بالدين يستطيع أن يجاوب، ومن لم يعمل بالدين وادعى أنه مسلما فإنه لن يستطيع أن يجاوب، لأن الإجابة توفيقية من رب العالمين تبارك وتعالى. نستقبل هذا العام بالاجتهاد ودعاء رب العالمين تبارك وتعالى، وشكر الله عز وجل، واغتنام الأوقات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على عناء التعلم، لأن العلم يحتاج إلى صبر. من لم يتصبر على مر الجفا من معلم تدرع كأس الجهل طول زمانه أو طول حياته، فإن رسوب العلم في نفراته، وإن العالم أو إن العلم لن ينال إلا بستة، كما ذكر الشافعي رحمه الله: حرص وذكاء وبلغة وصبر وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الأمور إذا عمل بها الإنسان يتعلم علما دنيويا جيدا، وقبل ذلك يتعلم علما دينيا يتقي به رب العالمين ويعرف به حق الله عز وجل. كم من شباب وكم من فتيات لا يعرفن شروط الصلاة ولا فرائض الوضوء ولا نواقض الوضوء وهم في الجامعات والكليات، فهذا عار علينا، عار علينا أن نجيد الإنجليزية كما يتكلم بها أصحابها، ولا نستطيع أن نجيد لغتنا وكلام ربنا كما أراد الله تبارك وتعالى. عار علينا أن نتشبه بأعداء الدين من اللعيبة والممثلين والفنانين ونترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عار علينا أن نعمل للدنيا ونترك الدين. عار علينا أن نرضي الناس ونسقط رب العالمين. عار علينا أن نرضي البشر ونسقط النبي صلى الله عليه وسلم. عار علينا أن نتقاعس وأن نتراجع عن الدين والشريعة. عار عليك يا عبد الله أن تكون بعيدا من الدين. عار عليك أن لا تدافع عن دينك وشريعتك. عار عليك أن لا تبلغ دين الله وتنشر كلام الله. عار عليك إذا انتهكت حرمات الله لن تغضب لله تبارك وتعالى. إذا لله للحرمات للقرآن لم تغضب فأخبرني متى تغضب. إذا أسيء لرسولنا لم تغضب فأخبرني متى تغضب. إذا أشرك بالله ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. إذا ديست
دنست حرماتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب. فاغضب لله وارض من أجل الله وعب لله وابغض لله وكن عبدا لله، كن واحدا لواحد في واحد تدخل جنة ربك تبارك وتعالى. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتنا كلها لله، نجلس من أجل ربنا ونقوم من أجل ربنا، نتكلم ونمزح ونضحك، كل هذا فيما يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. فاغتنموا أيامكم واغتنموا أوقاتكم حتى إذا سرتم إلى مآلكم لا تندمون ولا تتعسرون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أتينا إلى هذا المكان في هذا اليوم حتى نتحدث عن هذا العنوان المكتوب، وقد أشرنا إليه بعض الإشارات واضطررنا لذكر بعض المسائل التي تتعلق بالمنهج، وهذا طرف منها كالتحذير من جماعة إخوان المسلمين والتحذير من المتصوفة وجميع الفرق والملل التي غوت عن طريق الله القويم. ولنا الأدلة والبراهين من كتاب رب العالمين ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتب القوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وحبيبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.